تفرج اليوم نخرج نفوت 100 كيلومتر من الجزائر، لا اذاعه وطنيه، لا البهجه، لا الاستقبال ضعيف. ما كاش تخرج من الجزائر كانك تخرج تفوت ولايه الجلفه تسمع اذاعه وطنيه، بصح كي تخرج من ولايه غردايه تفرض عليك تسمع قناه الدوله ميديا تفرض عليك تسمع ميديا. هذا عيب وعار. المغرب مشى خطوات في الإصلاح. إفريقيا مشات خطوات. نحن من الدول القلائل إما أننا نتراجع أو لا نتقدم بتاتا. وليك تعلموا راني نقول لك في الهند كاين اكثر من 10 لغات رسميه. المغرب عطتنا درس. من المغرب سبقت الجزائر. في المغرب كاين 2 لغات رسميه. ما كاش هذا الخطاب. اسمح لي سي نور الدين اسمح لي سي مصطفى سي نور الدين ختال عطى مثال صحيح. المغرب جارنا بلد جار ورسم اللغه النمساويه وما وقعلوش نفس. لماذا؟ هو شوف المغرب سي سليم قبل يتكلم على دستور المغرب، يعني المغاربه متقدمين علينا ياسر في هالميدان هذايا. المغرب عندهم ملكيه اسلاميه، الملك فيها فهمت امير المؤمنين ومسلمين ما عنده حتى حد ما ينجم يتكلم. شوف الدستور نتاعهم، كيفاش التفتح نتاع الدستور هذايا على الامازيغيه وعلى الحضارات الخارجيه وعلى البعد المتوسطي الى غير ذلك. نعطيك على سبيل المثال في المغرب، دولة شقيقة في المغرب ولا في تونس شقيقة، عندهم مواد الزيوت هي محلية واستهلاكية ما يستوردوش. نعطي على سبيل المثال السكر، مادة السكر من البيطراف. السكر موجود، كانت قبل يغرسوه في البلاد، موجود حاليا في مصر موجود السكر يديروا. اذا نحن عندنا كل الكماليات موجوده وعندنا كل الطاقات الموجوده. مثلا ناخذ مثال، لماذا مجال الاسمنت المغرب يصدر لكل افريقيا والجزائر تستورد الاسمنت؟ هذا الاسمنت منتوج استراتيجي وما لازمش يدخل فيه القطاع الخاص. لما يكون عندنا 3 وزراء يهانون، واقول وزراء ولا اقول فلان ولا علان، انا اتكلم عن وزير جزائري يهان كانه هينة الدوله، هو رمز. لم يتكلم حتى وزير الخارجيه لوران فابيس لم يعتذر، عكس ما حدث مع المغرب العام الماضي. لما حدث مع المغرب مع الوزير المغربي الذي اتخذ موقف مباشره وصرح علنا ويعتذر هو رئيس وزير الخارجيه. علاش؟ واش هو الاختلاف بيننا وبين المغرب؟ هذا هو السؤال المطروح. جندو برك في اطار الخدمه نتاعو يخدم في بلاده، ماشي يعني يضرب البلاد هذيك ولا كيما راهم يديروا المغاربه. هذا لوبيينغ هذا يسميوه لوبيينغ، هذا يستعملوه هما درك المغاربه جار ماشي مجندين غير المواطنين المغاربه اللي ثم، جندوا حتى الجزائريين ضد الجزائر. وهذا هو المشكله. وجندوا اطارات فرنسيه. احنا نقولوا من الناحيه الرياضيه نريحوا في الرياضه، ما نروحوش للجانب السياسي. نظن باللي الدوره كانت تكون ناجحه 100% لو استضاف بها المغرب الشقيق. الدوره كانت تكون احسن من بطولة العالم للأندية اللي استضافها في شهر ديسمبر. نظن حتى الإمكانيات الموجودة في المغرب، نظن بعض البلدان الإفريقية ما عندهاش إمكانيات المغرب حتى من ناحية المسافات. نحن كذلك. الثانية شفنا بأن الجزائر كانت بعيدة كل البعد مدة عدة سنوات على القارة الإفريقية. المغرب دخل بقوة في القارة الإفريقية ووظف الدبلوماسيه نتاعو بقوه، وعرف كيفاش يستثمر، استعمل الدبلوماسيه الموازيه اللي كنا نتكلموا عليها بالنسبه لرئيس منتدى المؤسسات. الجزائر الان لازمها تقوم بالدور هذا، يعني الشارع، ولكنها لا تقول للجزائريين بان سعر المازوت في المغرب هو 1.10 يورو، وفي تونس هو 1.10 يورو، والاقتصاد التونسي والاقتصاد المغربي اقتصاد حقيقي واقتصاد تنافسي واقتصاد يصدر خارج المحروقات، ونحن نبيع المازوت باطل ونحن نبيع البنزين باطل، واقتصادنا غير تنافسي واقتصادنا لا يصدر للخارج، ونحن لا نصدر في 2015 سوى 300 مليون دولار. أهين وزيره فاضطرت فرنسا تقديم اعتذار رسمي لا، لكن الجزائر لا. وهنا لم يقدم. لما نشوف استثمارات الجزائر تمول الاقتصاد الفرنسي باموال، يعني في اطار اول ممول للاقتصاد الجزائري الفرنسي هي الجزائر من حيث الاخر، الا ان الاستثمارات الفرنسيه في المغرب شحال؟
تمثل 76% ب 9 ملايين دولار. كان نديروا غير تقييم بسيط. اليوم نبذل مجهود 20 مجهود مالي نتاع 20% من الناتج الداخلي الخام باش نتحصل على 4.6%. في دول واحده اخرى غير في تونس والمغرب ينفستوا دولار يجيبوا 3 دولار. صحيح. اليوم احنا ننفستي 4 دولار باش نجيب دولار. هذا النمط تاع التسيير ما فيش مراجعه. بمعنى أنا أذكر أن أحدهم في حملة انتخابية قال بأنه يؤسفني أن أكون جزائريا لأن 1000 دينار جزائري تساوي 30 درهم مغربي. بعد هذه العهدات بأكملها كم قيمة الدينار الجزائري الآن؟ واحد دينار تونسي يساوي 57 دينار جزائري، واحد درهم مغربي يساوي 11 دينار جزائري، واحد أورو أو يساوي 1.64 في السوق السوداء. القمح المغرب ينتج 10 ملايين طن وإحنا نستوردوا 7 ملايين ونص طن. يعني وين أنا رايحين؟ كل شيء واضح. من أكبر مستوردين في العالم من الحليب، من الأدوية، من يعني فشل مثبوت. لكن خليني أقول لحضرتك الجديد برضو في مسألة عملية المداهمة بتاع سندونيس صبح. اتفضل. هذه المداهمة تمت بناء على معلومات من المخابرات المغربية تحديدا بحاجتين: بوجود عناصر هاربة في منطقة سندونيس، كما هو معروف انه التعاون المعلوماتي بين المغرب وفرنسا كبير جدا. صحيح. ولان المغرب ما بيحميش حدوده من جواها لا من الخارج كمان. كنا قبل الناس المغربي ملك شاب وجديد وفكره يعني بارك الله فيه وجاء وقف معنا في ثوره تونسيه. وانا نقول يعني للاسف نحن المواصفات نتاع المسؤولين اللي شادين واحد نتاع بكري نتاع ناس المغرب تعلمت علينا ما يسالش تو نجموا ناخذوا منها هي شويه. من الشعوب التي وجدتها راقيه جدا 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 في التعامل هو الشعب المغربي، وهذه ليست محاباه وليست مجامله كما يعمل المولى عز وجل. ما شد انتباهي وما أعجبني حقيقة في المغرب وما نعرف معظم الناس المغرب أن الشعب المغربي خصوصا والمواطن المغربي بشكل أداء من الشعوب القليلة على مستوى العالم ككل التي يعني تحتفل بكل ما تعنيها الكلمة بكل من زارها. يعني تخيلي لو الفلوس اللي عند تميم دي موجودة عند الملك محمد السادس كان عمل إيه في المغرب؟ كان خلاها أوروبا بالنسبة لها صفر على الشمال. فإحنا عايزين نتخيل لو فلوس قطر دي موجودة في المغرب. أقسم بالله لكان الملك محمد السادس جعلها الدولة الأولى في العالم من حيث الجمال ومعه الشعب المغربي. نعم. أصبحت أستحي عندما أتحدث في حدث وأقول الجزائر نتاعنا أفضل من تونس. اسمحوا لي نقول لك المغرب بجانبي بجانبه لو تشوف تنظيم فيها انا راني وجهه نظري مع بوليزاريو مهما كان، ولكن اعرض في المغرب روح واحد ضد بوتفليقه يجي للجزائر نكون واقع. هناك ترتيب ايضا نختم به في النقاش، يعني ما يؤثر على الناس، ما يؤثر على جيوب الجزائريين. صحيفة الخبر تقول أن أجور الجزائريين الأضعف بين الدول العربية، دعنا نضع جانبا دول الخليج، يعني حتى أجور الجزائريين أضعف. البلد الغني أضعف من الجارة تونس والمغرب. هل يعقل هذا الكلام؟ أصبحنا لما ذهبت إلى المغرب أصبحت أن أرى أن المغرب هو اللي عنده البترول ومش الجزائر. مع المقارنه بتطور يعني اللي حصل في البلدان الجاره، يعني احنا عقدنا حتى نصل الى البلدان احنا عقدنا في الجزائر المغرب وتونس، احنا عقدنا في الجزائر المغرب وتونس. خلينا نقولوا باللي المغرب وتونس في المنظومه في النظام البنكي خلونا في يعني بسنوات ضوئيه. كريم محمد يقول اذا كان المغرب يخطط بان يكون من بين 20 الوجهه العالميه في افاق 2020، فهل يمكن للمحترفين الجزائريين الحلم على الاقل من ان تكون الجزائر في الرتبه 100 في هذه الفتره؟ وبالنسبة لتشغيل الناس، هل تعلم بأن المغرب الشقيق يزرع 5 ملايين هكتار سنويا ومساحته أقل من مساحة الجزائر ب6 مرات؟ السمعة المغربية الآن في دول غرب إفريقيا هي أفضل بكثير من سمعة فرنسا التي نحن على أراضيها. مقارنات بسيطة بين المشاريع الفرنسية هنا في الجزائر والأخرى في المغرب.
نجد أننا ما راناش رابحين. يعني حتى بهذا التفضيل وبهذا الدلال وبهذه المعاملة الخاصة التي تتلقاها فرنسا هنا في الجزائر، وزيد يروح لفرنسا ويدير لنا صور مسيئة ويدير لنا حملات عبر الصحف، وحتى أن الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي يصرح من المغرب يقول لك ان الجزائر تشكل تهديدا على دول الاتحاد الاوروبي، واللي نضرب حنا هما افغانستان تاع المنطقه حسب ساركوزي. للمقارنه فقط عدد الشركات الفرنسيه العامله او المستثمره في المغرب يفوق عددها في الجزائر مرتين. المغرب ليست دولة نفطية، والشركات الفرنسية تستثمر ما قيمته حوالي 100 أعتقد مليار و300 مليون يورو في المغرب. في المرتبة الخامسة إفريقيا من حيث عدد السياح الأجانب الوافدين إليها خلال 2013 بواقع 2.7 مليون سائح أجنبي، في ظل توافد أضعاف السياح إلى دول الجوار بواقع 10 مليون سائح في المغرب مثلا، وعائدات من قطاع السياحة تفوق 6 ملايير دولار من كل في مصر والمغرب. وهنا تكمن المقارنة والفارق الشاسع بين المغرب والجزائر. في فرنسا كنت دائما عصبية المزاج وتثقلني الهموم والمشاكل، لكن هنا كل شيء على ما يرام، أحس بالراحة والحياة رخيصة جدا. التمتع بأشعة الشمس وادخار بعض المال أمران يحفزان الفرنسيين على القدوم إلى المغرب. سنويا أكثر من 40,000 متقاعد فرنسي يغادرون وطنهم لتمضية 6 أشهر في المغرب. يغادرون مع بداية فصل الخريف هربا من البرد الأوروبي اللاذع، ويلتحقون بالمخيمات في أغادير حيث يوجد قرابة 54 مسكن سيار. هنا إن التقيت بأحدهم راكبا عربة خيل مثلا وألقيت عليه التحية فيرد عليك بأحسن منها، أما في فرنسا فلا أحد يرد عليك. العديد من الفرنسيين قرروا بعد زيارة المغرب للسياحة أن يصبحوا من الفرنسيين المقيمين هنا، وبالتالي اشتروا شققا للاستقرار نهائيا. المغرب العربي الحصن الحصين للأمة العربية والإسلامية عبر التاريخ. المغرب العربي اللي انت بتتكلمي عنه بشكل لا يليق. المغرب اللي قلتي ان عنده دعارة، طيب ما احنا عندنا في مصر دعارة، طيب ما هو في كل بلاد الدنيا دعارة، لكن فيه كمان في المغرب رجال أشداء، رجال حافظوا على الدين الإسلامي عبر تاريخه، هم اللي فتحوا الأندلس. أيوة، ولما اتفتحت الأندلس من المغرب العربي، لما كان طارق معاه موسى بن نصير عبروا بجنود مغاربة أشداء، ولما النصارى حبوا يوقعوا الأندلس أكتر من مرة، اللي أنقذهم 4 مرات عبر التاريخ كانوا المغاربة، يعني فتحت الأندلس. In the aftermath of this horrible thing in France, I said, it's great. He's going to Morocco. The king of Morocco is a direct descendant of the Prophet Muhammad. Ordered the total restoration of every standing synagogue in the country. Think about that. And the Moroccan Jews that went to Israel have been told that if any of them want to come home ever, they will be welcome to their ancestral land and treated equally as brothers and sisters. That's the kind of future we got to build. Inclusive politics, inclusive economics. And المغرب ذهب منفردا، واحنا حتى شفنا تعاون مع الجايكا اليابانيه اللي هي زي الايد الامريكي في افريقيا ومع بعض البنوك المغربيه.